صباح الخير صديقي الفلاح صديقتي الفلاحة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وصلنا كل استفساراتكم عن كلية الزراعة، ومنها هل كلية الزراعة سهلة ولا صعبة؟ هل كلية الزراعة سهل ان انا اجيب فيها امتياز؟ طيب ايه افضل قسم فيها؟ طب ايه افضل قسم فيها ليا كبنت؟ طيب ايه رأيك في كلية الزراعة من جهة الشغل والسفر؟ طبعا انا جمعت لك كل الاسئله دي وكل الاسئله اللي ممكن تدور في بالكم بخصوص كليه الزراعه وجمعتها لكم في الفيديو ده. نبدا باول سؤال معانا، وهو ايه رايك في كليه الزراعه من جهه الشغل؟ من جهه الشغل فشغلها متوفر جدا جدا، وفرص عملها متاحه جدا جدا. وطبعا انا اتكلمت في فيديو قبل كده عن الموضوع ده، هسيب لك لينك الفيديو في الكومنتات وفي الديسكريبشن. ادخل شوف الفيديو وما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت. يلا نكمل الفيديو. طيب ايه رأيك في كلية الزراعة من جهة السفر؟ من جهة السفر طبعا متاح شغل كتير جدا برا مصر، في السعودية وفي الخليج ودول تانية كتير. بس كده. طيب ندخل على السؤال التاني. ايه نظام المواد؟ وهل هي صعبة ولا سهلة؟ وايه دنيا المواد؟ طبعا المواد يا صديقي هي مش سهلة ومش صعبة. المواد يعني كويسة والمواد حلوة جدا. المواد يعني هتلاقيها في المتوسط كده. المواد هتستمتع بها جدا، وهي مواد حلوة جدا ومش صعبة خالص زي ما انت متخيل. طيب كلية الزراعة كتوتال هل هي صعبة ولا سهلة؟ بص يا صديقي، هي الكلية مش صعبة، تمام. بس الكلية بتديك هيبة كده وقيمة كده بين الناس، لكن بينك وبينها كده انت بتتهان. وهرجع واقول لك هي مش صعبة. طب ازاي انت بتتهان وهي مش صعبة؟ هقول لك. المشكلة في إن أنت بتيجي فترة كده، يعني يعتبر بعد أول شهر كده من الكلية بتدخل في دوامة امتحانات كبيرة جدا. بتكون مضغوط جدا 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 في كمية امتحانات رهيبة. ولكن الكلية مش صعبة خالص. أنت ما عليك إن أنت تهتم وتذاكر وبس. بس كده. فالكلية كويسة جدا ومش صعبة. ندخل على السؤال اللي بعده، هل سهل إن أنا أجيب امتياز في كلية زراعة ولا صعب؟ سهل جدا يا صديقي إن أنت تجيب امتياز في كلية الزراعة. طيب إيه المطلوب عشان أجيب امتياز؟ المطلوب إن أنت ما عليك إن أنت هتذاكر أول بأول، ومش هتضغط نفسك خالص في بداية السنة. هتذاكر عادي جدا المحاضرة أو السكشن اللي هتاخده، هتذاكرهم أول بأول وبس كده. ده كل اللي انت هتعمله، هتلاقي نفسك ماشي تمام خلال امتحانات السنة كلها. ولكن هتيجي قبل الفاينل، قبل امتحانات الفاينل هتحل امتحانات سنين سابقة. ليه بقى يا صديقي؟ لأن الامتحانات الفاينل بتكون معظمها من امتحانات السنين السابقة. معظمها بيكون متكرر، مش دايما ومش كل الامتحانات، ولكن الأغلب بيكون متكرر من امتحانات السنين السابقة، تمام. وبس كده وكده أضمن لك إن أنت هتجيب امتياز يا صديقي، ومش هتقل كمان عن الامتياز. وندخل بقى على السؤال اللي بعده. إيه هي أفضل الأقسام؟ أفضل الأقسام يا صديقي، كل الأقسام في كلية الزراعة جميلة جدا وحلوة جدا، وكل الأقسام ليها مستقبل. وكلية الزراعة عامة كلها كتوتال فهي مستقبلها كبير جدا وجميل جدا. فإن أنا أختار لك قسم معين فصعب جدا، ولكن الأقسام كلها جميلة جدا فعلا. ويعني من أفضل الأقسام هي اللي ممكن تلاقيها إيه، قسم قسم بساتين، قسم محاصيل، قسم وقاية نبات. يعني بصراحة يعني هو جميع الأقسام جميلة جدا. وبس كده. طيب بالنسبة ليا كبنت، ايه افضل قسم او افضل اقسام ليا كبنت؟ بص يا صديقتي الفلاحة، في اقسام طبعا من وجهة نظر الشخصية طبعا شايف ان هي مش مناسبة للبنات. منها قسم اراضي، بحس ان القسم ده يعني كشغل فيما بعد بيكون صعب جدا على البنات، لأن معظم الشغل برضو
بيكون في الصحراء وشبكات ري إلى آخر يعني. فبحس يعني إن الموضوع بيكون صعب وفيه خطر يعني على البنات. ولكن إيه أفضل الأقسام ليكي كبنت؟ ففي قسمين من أفضل الأقسام اللي بشوفهم ليهم مستقبل جدا وفي نفس الوقت مناسبين جدا للبنات. أول قسم معانا، وطبعا كل الناس يعني بتبقى حابة إن هي تدخل القسم ده، هو باي تكنولوجي. باي تكنولوجي قسم حلو جدا، مناسب جدا للبنات في شغله، في دراسته، في كل حاجة، ما فيهوش أي خطورة على البنات. شغله متوفر جدا، شغله متوفر في الشركات ومصانع، شغله متوفر في مراكز البحوثات العلمية، في شركات تصنيع أدوية المبيدات. وكمان ممكن تفتح معمل تحاليل، وممكن كمان أو أنت تشتغل في معمل تحاليل. طيب هل يا صديقي لازم عشان أفتح معمل تحاليل لازم أدخل قسم بايوتكنولوجي؟ لا يا صديقي. إن أنت تفتح معمل تحاليل أنت بتعمل دبلومة التحليل، بتعملها بعد ما بتخلص من أي قسم، مش لازم قسم معين، لا أنت بتعملها من أي قسم. بتعمل دبلومة التحليل وبعد ما بتخلص بتقدر إن أنت تفتح معمل تحليل عادي جدا. تمام. ده أول قسم معانا. طيب تاني قسم معانا مناسب للبنات هو قسم علوم الأغذية. قسم علوم الأغذية قسم كويس جدا، قسم مناسب جدا جدا للبنات. هو يعني مايل أكتر أصلا للبنات، لأن بيتكلم عن الأغذية وحاجات كتير يعني هما فاهمينها، وحاجات كتير هما عارفينها. شغلها طبعا متوفر جدا، شغلها مراقب جودة، أخصائي تغذية، وكمان ممكن تفتح عيادة تخسيس، وكمان ممكن إن أنت تشتغل في شركات ومصانع، وشغلها متوفر جدا، وهي كلية مناسبة جدا جدا للبنات. ويعني هي كل كلامها عن الأغذية والحفاظ على الأغذية إلى آخر يعني. وبس كده، ده بالنسبة لأفضل الأجسام للبنات. وفي النهاية صديقة الفلاحة، كل الأجسام كويسة جدا وجميلة جدا وتنفع للشباب والبنات. وطبعا لو في قسم معين مفضلة عن الأجسام اللي أنا ذكرتها، فطبعا ده حاجة ترجع لك. أهم حاجة تكون حابب المجال، متجبرش نفسك على حاجة. أهم حاجة إن أنت تكون يعني عندك هدف وحابب المجال اللي أنت هتدرسه واللي أنت هتكمل فيه واللي أنت هتشتغل بيه بعد كده. تمام. مش لازم مثلا عشان أنا قلت أفضل الأجسام للبنات بايوتكنولوجي وعلوم الأغذية فخلاص كده. دي وجهة نظر بس مش أكتر، لكن باقي الأجسام جميلة جدا طبعا. ليك حق إن أنت تختار القسم اللي أنت مرتاحة فيه واللي أنت حباه. تمام. وبس كده، وما تجبرش نفسك على حاجة مش عشان جبت مثلا GPA عالي في الكلية فخلاص أنا هدخل أعلى قسم بالGPA بتاعي، فأنت مستخسر GPA. فده غلط جدا يا صديقي. اختار الحاجة اللي أنت بتحبها حتى لو أقل قسم في التنسيق GPA. وبس كده يا صديقي. وهندخل بقى على آخر سؤال معانا، هو بتخصص امتى؟ بص يا صديقي، ده بيختلف من جامعة لأخرى. يعني في جامعات بتخليك تتخصص من أول سنة. في جامعات بتخليك تتخصص من تاني سنة أو تالت سنة. فده بتختلف من جامعة لأخرى. بتسأل بقى في الكلية التابعة لجامعتك في الشؤون أو عند وكيل الكلية، بتسأله التخصص بيكون إمتى. وبس كده يا صديقي، كده نكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت واشترك في القناة وفعل زر الجرس. وبس كده، يلا أشوفكم في فيديوهات جاية كتير. يلا سلام.